يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. شايفين انا باكل ايه؟ دي اكله من السويد اسمها كرات اللحمه من السويديه. شايفين الطعامه مع البطاطس المنشف بطريقه حلوه وخطيره، يعني شغل مطاعم. انا بصوا اول مره اعملها، وانتوا طبعا يعني انا بعملها معاكم وهنشوف الطريقه ازاي والطعامه والحلاوه دي اتعملت ازاي. انا طبعا بدوق وبوريكم. انا المفروض كنت رشيت عليها رشه بقدونس، بس انا ايه راحت عن بالي صدقوني. شايفين الطعم ولا البطاطس البوريه جميله يعني، ولا الصوص بتاعها بتاع كرات اللحمه السوداء. شايفين بقى عاملين ايه؟ بصوا بقى، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو لسه مشتركتوش، وتابعوني على صفحه الفيديو اللي تسيما. دلوقتي معايا بطاطستين، او ممكن انت عايزه بس تقللي الكميه او تزودي الكميه. دلوقتي هنقشر البطاطس. طبعا احنا كلنا عارفين هي بتتقشر ازاي. بصوا انا جايبه لكم طريقه سهله وسريعه، ويعني مش هتاخد مننا اي وقت. انا اول مره اعملها وبعملها معاكم عشان تشوفوا يا ترى انا عملتها صح ولا لا، ويا ترى طعمها حلو وتستحق ان احنا نعملها، وتبقى طريقه حلوه كده نقدمها في اي عزايم، يعني تشرفنا كده في اي عزومات. طريقه حلوه ونتعرف على اكلات. مش كل شويه ناكل الاكلات بتاعتنا العاديه، لان لازم نجرب. دلوقتي هنسلق البطاطس، انا غسلتها ومعايا 4 فصوص توم ونزيد في الميه. عايزين بقى نربط اللحمه المفرومه. طبعا عاده احنا ايه بنجيب توست ولبن والكلام ده. بصوا احنا بقى جبنا البقسماط الناعم، خدت منه نص كوبايه. وعادة احنا لما نيجي نبشر البصلة بننزل ميتها وناخد البصلة، بس دلوقتي احنا بنبشر البصلة والمية طبعا هتنزل على البقسماط الناعم دوت. وهنبدأ بقى نقلب المكونات. بس انا الحتة دي مفروض احط شوية لبن، يعني اخلي البقسماط الناعم دوت يبقى مبلول. بس انا نسيت الحتة دي، انا نسيت. انتوا بقى تحطوا بقى شوية لبن على البقسماط ده. انا حطيت نص كوباية. تمام. هنبدأ بقى نقلب البصل مع البقسماط، واول ما احسها انها بتطرى كده هبدأ انزل باللحمة. شايفين؟ هنبدأ بقى نقلب المكونات كلها مع البقسماط والبصل واللحمة. انا على فكرة غاسلة ايدي كويس، واتفرجوا بقى. يا رب بقى ايه الفيديو يعجبكم، ولو شايفين المحتوى مفيد ما تنسوش تعملوا لايك وتشجعوا. دلوقتي خلاص قلبنا كل اللحمه. اول ما تحسوا ان هي يعني بدات تلزق في ايدينا كده، يبقى كده خلاص. هنبدا بقى نحط لها التوابل بتاعتها. حطينا معلقه صغيره فلفل اسمر، وحطينا معلقه صغيره لو عندك توابل لحمه حطيها، وما عندكيش خلاص. وشويه ملح، وانا حطيت مرق دجاج اللي لقيتها مرق دجاج فوري. هتيجي ازاي بس يلا مش مهم. انا محطتش توابل كتير، مش عايزه اضيع الطعم، وعايزه ايه احس بطعم اللحمه الكفته. خلاص. تعالوا بقى نكورها. المفروض كرات اللحمه من السعوديه دي تبقى الكوره صغيره مش كبيره. انا هعملها صغيره ونشوف بقى ايه وكده. خلاص. المفروض بقى نقعدها في التلاجة يعني نص ساعة. انا قعدتها فعلا نص ساعة، وجيت بقى ايه انا كورتها وحطيتها نص ساعة في في التلاجة. دلوقتي هكورها كور صغيرة. يا رب تكون عملتها صح، بس طلعت تحفة وجميلة. تعالوا بقى نحطها بقى في التلاجة تقعد نص ساعة. تعالوا بقى نطلع البطاطس اللي احنا سلقناها ديت بالاربع فصوص توم، ونبدأ بقى نهرسها. اهم حاجة تتهرس وهي سخنة، ما تتهرسش وهي ناعمة، هي بقى باردة. ومعانا معلقتين زبدة كبار، ونبدأ بقى نهرسها بكعب الكوباية. ويا سلام بقى لو حطينا عليها شوية لبن، بس انا الحتة دي نسيت هفتكرها دلوقتي. هفتكرها معاكم ما تقلقوش. انا كنت بعمل الفيديو وعايزه اعمله متحمسه للاكل، عايزه اشوفها يا ترى طعمه ولا اي كده. طلعت خرافه خرافه. هنبدا بقى ننزل كل اللي قولوا معايا البطاطس ديت البوريه بطريقه سهله وسريعه وجميله. هنحط بقى شويه لبن وهنبدا بقى نقلبها. اوعوا تضربوها في الخلاط هتعمل عرق كده. لازم نكون سخنه ونهرسها بالهرس او بالكعب الكوبايه، وننزلنا بشويه لبن وهنقلب. شايفين الجمال. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، عباره عن شويه ملح صغيرين، كمون،
بس فقط لا غير. مش هنحط كتير، انا مش عايزه احط توابل كتير او مش عايزه اضيع طعم الحاجه بالتوابل. هنبدا بقى حطينا سنه فلفل اسمر وشويه كمون، اكتر من كده مفيش، وشويه ملح، وهنقلب البطاطس البوريه بطريقه المطاعم، تتقدم عليها بقى صوصات من فوق كده، يعني هتشوفوا شغل المطاعم. سامحوني انا مش عارفه اقول الكلمه، هي يعني طريقه المطاعم. شايفين البطاطس البوريه تحفه تحفه تحفه، على فكرة مغذية جدا. يا سلام بقى لو عملتي بقى شرايح لحمة وتتحط فوقيها كده وتحطي عليها الصوص بتاعها، يا خرابي، انا بدوق الطعم لقيت طعمها ناعم مش مالحة ومظبوطة وكده، حاجة خرافة. تعالوا بقى نقلي الكفتة. في ناس ممكن نحطها في الاي فراير، بس انا مكسلت اطلعها، انا قلت اقليها في زيت غزير، واما تقليها في شوية زيت صغيرين كده على حسب. انا هحط الكمية بس مش كمية كتير، مش عايزة اخلي الطاسة تبقى زحمة قوي، تزحم يعني الطاسة. ونحط بقى ايه، اهم حاجة ما تقلبهاش بالشوكة ولا اي حاجة عشان ما تفك شوية، الصراحة مش هتفك. انا بدأت اهزها بس، وبعدين اول ما ايه تحمر هطلعها. شايفين ما فكتش، وجميلة وخطيرة وروعة قدام عينيكم اهو. تعالوا بقى نطلع الجمال ده. شايفين كرات اللحم السعودية تحفة. نبدأ بقى نطلعها ونعمل كميات تانية. اهم حاجة متبقاش الطاسة تبقى زحمة. حطينا بقى بقية الكرات التانية عشان تتحمر. خلاص هنبدأ بقى نطلعها. شايفين الجمال، مفيش واحدة فكت خالص، وكلها تحفة وريحتها جميلة جميلة جميلة. نبدأ بقى ايه نعمل الصوص بتاعها، الصوص المسلم. بصوا معانا معلقتين زبدة كبار، ويبقى معانا معلقتين دقيق كبار، نفس الكمية. انا مش بعمل هنا بشاميل، انا بعمل هنا زي الكريمة. انا عايزة اخلي دي دوت يغمق، ما يبقاش فاتح. شايفين احط عندي كريمة لباني، ما نحطش كريمة خفق، نحط الكريمة اللباني. هنبدأ بقى نقلب دي مع البتاع، وهننزل باللبن على طول. اللبن ده يكون يعني سخن، يعني بارد شوية. نبدأ بقى نقلب، هنحط بقى شوربة اللحمة، وبعدين هنحط شوية ملح بسيط، وهنحط ايه توابل عبارة عن ايه دجاج فورية. لو عندك مرق لحمة حطينا شوربة لحمة عادي، وحطينا شوية فلفل اسمر وشوية ملح. وهنبدأ بقى نقلب، انا نسيبها بقى ايه تاخد غلوة كده، وبعدين ايه هننزل بكرات اللحمة. شايفين خطيرة خطيرة والله جميلة. وهنبدأ بقى نقلب فيها وندوبها. خلاص شايفين الطعم. وهنبدأ ننزل بقى بكرات اللحمة ونسيبها لمدة 5 دقايق ونغطيها، وما تكونش النار عالية. خلاص هي استوت اهي وبقت جميلة وقعدت 5 دقايق. شايفين الصوص الناشف، شايفين الطعم والله خطيرة خطيرة. شايفين انا على فكرة ما عرفتش ازوق كويس، انا مفروض كنت ارش عليها شوية بقدونس صغيرين كده، بس والله راحت عليا اتلهيت. شايفين الطعامة يا خرابي، المفروض يعني التقديم يكون احسن من كده، بس سامحوني والله اول مرة اعملها. وشايفين ايه الطعامة، مش اخر مرة. شايفين الصوص الناشف والبطاطس كرات اللحمة السعودية. شايفين الطعامة، يا رب يكون عملتها صح. شايفين الطعام، لا 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 خطيرة. تعالوا بقى ندوق ونشوف الطعامة دي بقى، جربوها يعني ما نخسرش بقى لما يكون اكلات كده جديدة، نتعرف على اكلات جديدة عشان نقول احنا كلنا جزا، عملنا جزا، سوينا جزا، إيه دي الاكلة دي حلوة. شايفين يا رب يكون عملتها صح. ويا رب اللي عارف الكرات اللحمة السعودية ديت وعارفها هي بتتعمل صح، يقول لي انت عملتيها صح ولا لا. يكتب لي كده في الكومنت يقول لي انت عملتيها حلوة او في نقص حاجة، عرفوني انا عملتها. ويا رب يكون ان انا عملتها صح.
وسامحوني ان انا معرفتش اقول الكلمه، هي اسمها كرات اللحمه السويديه. شايفين؟ بوريكم الطعام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وتابعوني على صفحه الفيديو عيلة سيما، واستنوني بقى الفيديوهات اللي جايه، ويا رب يكون الفيديو حلو قوي. ومع السلامه وباي باي.